السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا سامعيني. اهلا بكم معانا في قناتنا. احنا الايام دي بقى في مصر بقى مش في كندا. يا رب تستمتعوا معانا بقى في الفيديوهات برضه في مصر وتشوفوا حاجات جديدة. زي ما وريتكم حاجات في كندا كده، وان شاء الله نرجع كندا تاني، بس قضوا معانا الاجازة دي كده في مصر. في اكتوبر، انا دلوقتي في اكتوبر. بس برضه جايبه لكم مكان اسمه اسمه سكوير وان. انتوا عارفين سكوير وان اللي في كندا، اللي في ميسيساجا، الميدان اللي في ميسيساجا اسمه سكوير وان. لقيت الممشى ده ممشى عاملينه في اكتوبر اسمه سكوير وان. اهو زي ما انتوا شايفينه كده، هو بادئ من بعيد هناك، بس انا بادئه كده من نصه يعتبر او من ربعه. فيعني جايبه من المكان اللي احنا قعدنا فيه. فقلت اوريكم ايه الاحداث اللي بتتعمل فيه. احلى حاجه في مصر اللي انتوا تمشوا كده بالليل. يعني احنا طالعين الساعه 9 وشويه يعني، ودلوقتي الساعه 11 وقربت على 12، والناس كلها عايشه حياتها. مش الدنيا تتقفل على الساعه 6 7 زي في كندا كده. لا، الواحد اللي يبدا يخرج بالليل والجو جميل. احنا في عز الصيف اهو، بس الجو جميل وفيه هوا جميل، بس في دوشه يعني عادي. وفي بقى كل انواع الكافيهات والحاجات الجميله في الممشى ده هو. وكمان في السوبر ماركت العسيم ده اللي كان موجود في السعوديه، فممكن تتبضع كمان وانت بتتمشى في الممشى ده. وفي انواع بقى كافيهات وحاجات برضك الواحد كان موجود يعني. برضك اللي كان موجود في كندا مش هيحس بالبعد قوي ولما يجي هنا في سكوير وان. اول حاجه الاسم، تاني حاجه في نوعين من الحاجات. دانكن دونات شفته من قبل كده من شويه، قدام شويه واحنا جايين بالعربيه، وسكند كاب. يعني دول الحاجتين اللي ايه لقيتهم نفس الحاجات اللي كانت موجوده هناك. في بتاع دونات تاني هنا اهو. في بقى انواع كافيهات كتيره بقى موجوده طول ما انت ماشي. انواع كافيهات بقى وموديلات كتيره بمستويات مختلفه. هو كلها مستويات عاليه يعني، وقعدات مختلفه. فاشكال جميله، كافيهات بقى، محلات برجر، محلات بطاطس، انواع مختلفه كتير. ممكن الاضاءه تبقى عشان الدنيا بالليل، فهي اضاءه الانوار بس دهيت. ف حاجه كده جديده، بس هي الاسعار جميله قوي. عامل الفطار قهوه مع الفطيره اللي بالبتاع دهيت ب 48. الفطيره اللي بالتفاح دهيت ب 84. وكمان في مكان ايه العاب هناك اهو، هوريه لكم. والحلو كمان اللي عاملين التأجير السكوتر الكهربائي. شايف البت اللي جايه ديت اهي؟ في ناس قدام كده بيأجروا السكوتر، سكوتر كهربائي، والسكيت اللي بالعجل دهوت، اللي هو الباتيناج دهوت، برضك بيأجروها قدام. هوريه لكم قدام شويه. بس هنا في برضك منطقه ايه العاب كده صغيره للعيال. في البتاعه اللي هي الفيرس ويل دهيت، في المراجيح دهيت، في عربيات بتخبط. مش عارفه تمنها كام، بس ايه حاجه كده على قد العيال الصغيره يلعبوا بيها كده، لعبتين كده من اللي هم الصغنطتين دولت. في محل ده بتاع بطاطس، ده فرايز كده بتاع رجب دهوت. كل انواع الحاجات، بتوع ايس كريم، بتوع عصير. انا كده ماشيه في وسطيهم كده بس. ومناظر بقى كتيره اللي انت تتصور فيها. طول الممشى مناظر اللي انت تتصور فيها، فحاجات جميله صراحه. ممشى جميل تقضي فيه الوقت مع العيله. اهو بص اسمه اهو مكتوب على العمود اللي في النص ده، مكتوب سكوير وان اهو. بص شايفين مكتوب سكوير وان اهو. هي دي الالعاب. بص اهو، دي واحده بتعمل على سكيت اهو. دي عاملين شكل الساقية بتوع اسمها الفيوم، الساقية دولت. دي اسمها المشربية اهو. عيال لابسين الباتيناج اهو. فكتير بقى حاجات كتير مختلفة. ده اسمه عطوة. في حاجات بيبقى مليانة. في ده زي مطعم، مش اهو ده اللي بيأجر السكيت اهو. واللي هناك اللي جنبيهم دول اللي بيأجروا السكوتر الكهربائي اهو.
هتلاقوا كل انواع بقى. انا قاعده بتمشى بس كده بيكو، في انواع كل حاجه، انواع المطاعم كلها والكافيهات واشكال جميله. شوفوا في المكان برضو اللي هو بتجيب من اللبان ده، تحط الكوين وتجيب اللبان. هنا كافيه تاني والشيشه بقى وبتاع، وفي العاب زي دي تلاقيها كتير. ده اسمه سمان عاليه ولا غاليه؟ سمان عاليه. واللعبه زي دي بص، مناظر جميله، تتمشي، ريحه جميله من الاكل. ده حاجه للموبايلات والحاجات. لا، منطقه جميله. حتى في صالون حلاقه. بص، صالون حلاقه في نص الممشى، صالون حلاقه رجالي. لا، واللي مستغربه له يعني كل المحلات قال بيسموها بالاسامي بالانجليزي، كل حاجه بالانجليزي دلوقتي. بص القعده دي، بص اللي هنا دي، بيسموا الحاجات كلها بالانجليزي دلوقتي خلاص يعني. لا، الواحد بس يسيب مصر شويه ويرجع، خلاص كل حاجه تتغير. بص لا، والسوريين مسيطرين هنا. وبص برضك الكافيه ده القعدات بتاعته عامله ازاي، كلها اللي هي الكرسي اللي هو الباج ده هوت، اللي بيبقى كله فل ده هوت هنا اهو. وهنا برضك محلات كمان بتاعت الهدايا دي والحاجات دهيت، اوريها لكم دلوقتي. في محل هنا اسمه هوت اند كولد. عاوز اجيب لي حاجه بقى قهوه. انا هنا بقى العيال بيجيبوا الحاجات بتاعتهم بقى، ايس كريم وبتاع. انا عاوز اجيب لي قهوه ودوناتاي. عاوز اعيش بقى الحاجات بتاعت تيم هورتز. هو اللي فاضل الكلاب اللي ماشيين في كل حته دول، العيال اللي مستغربينهم. بص محل الهدايا ده والالعاب جميل، وستيتش اللي طلع لنا فيه ده. وانا محل هدايا كده، بس محل سعر الالعاب والهدايا هنا اوفر. ما اعرفش طبعا عشان تغير العمله طبعا، فبقت حاجه اوفر صراحه. بصوا لسه الممشى لغايه هناك كمان، في حضرموت كمان. بص المنظر ده زي عربيه سندريلا، ده بتاع فشار. ففي لغايه قدام كمان. اللي كنت عاوزه اقوله ايه، لا اله الا الله، كنا بنتكلم في موضوع بس نسيته. اللي كنت اللي ناقص في المكان هنا، او اللي ناقص في مصر صراحه، اللي هو يتعمل له تيم هورتنز، يتاخد مثلا فرانشايز ولا حاجه لتيم هورتنز ويتعمل هنا. بجد هيمشي تحفه جدا يعني. هيكسبوا بس حد بس يعمل الخطوه دي، حد يبقى معاه مكان كويس وفلوس كويسه ويعمل الخطوه دي. انا عارفه اللي هو فاتح في السعوديه، بس فاضل بقى يفتح في مصر. ولو عمل له مثلا حاجه في المكان زي ده كده، هيبقى خلاص كده، هينتشر وهيبقى جميل. بس حبيت اطلعكم على المكان ده بما اني هنا كده ومستمتعه بالجو ده هوت. قلت تستمتعوا معايا عشان اي حد جاي مصر ولا جاي مصر قريب وحابب يشوف اماكن جديده واماكن حلوه ويستجم كده فيها، وهو في اكتوبر يجي المكان ده هوت. وعجبني برضه اسمه برجر على الفحم، عامل سندوتشات برجر اسمه برجر على الفحم. وحضرموت معروف طبعا. بقول لكم زي هنا اماكن كتيره. هنا كشك اكنه كشك تليفون وحواليه انوار كده وبتاع، ممكن تتصور عنده. فكل دي مطاعم وحاجات. هو طبعا الاضاءه عندكم مش حلوه قوي عشان الدنيا بالليل، بس هو كل حاجه عندها انوار، فجنبيها بتقدر تتصور كويس وحلو. بس فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. واروح انا اشوف بقى بقيه العيله ونكمل سهرتنا بقى. يلا نشوفكم على خير، مع السلامه، باي باي.